بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله سبحانه وتعالى كرم أمة محمد وجعلها خير الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أنه ضاعف لها الأجور، تعمل الأعمال اليسيرة وتحصل على الأجور والحسنات الكثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل وتفضيله لهذه الأمة. فمن ذلك أيها الإخوة ليلة القدر. ليلة القدر هذه قال الله فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من عبادة أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة قدر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة على المسلم أن يتحراها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. والتحري ليس معناه أن يبحث الإنسان عن علاماتها، لأن العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها تكون بعد ليلة القدر، فينظر فيها ويبحث ويتكلف. لا، المقصود بالتحري هنا يكون بالقيام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. ما معنى التمسوا؟ يعني بالالتماس أي الحرص على القيام في ليالي العشر الأواخر، وأن من قام ليالي العشر الأواخر قطعا سيدرك ليلة القدر، وهي في هذه العشر وفي الأوتار آكد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لقيام هذه الليلة العظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.